السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علال بهاء الدين أي سلاش من منتدى قلعة تطوير. هذا أول فيديو أو أول درس من سلسلة دروس احتراف الأفتر إفكت. يعني هذا هو انطلاقتك نحو الأفتر إفكت. المهم لربما أنت يعني عجبك الأفتر إفكت وعجبتك تأثيرات الأفتر إفكت وحبيت تتعلم، ولربما أنت تحتاج بعملك الأفتر إفكت، أو ربما أنت مصمم ويلزم لك الأفتر إفكت. أنت بالمكان الصحيح. نعرض بعض من تأثيرات الأفتر إفكت. يعني هو برنامج إنتاج يختص بمؤثرات خاصة روعة في منتهى الروعة. تقدر تعمل به أشياء جد كثيرة. يمكن أنت شايف أعمال الأفتر إفكت بالتلفاز، بالأفلام، بالإعلانات، روعة. المهم أنا راح أخليك محترف، بس أضمن لك شيء واحد، أنها جد مملة. يعني هذا الدرس الأول جد ممل. بس تحملني شوي. نروح هو البرنامج الافتر افكت برنامج جد سهل فوق ما تتصور، والله سهل. هو يحتوي البرنامج افتر افكت يحتوي على نوافذ، ولكل نافذة عمل معين. نشرح لكم النوافذ الرئيسية وهي ثلاثة. النافذة الأولى وهي نافذة المشروع، هي طريقك بين البرنامج والجهاز، يعني ترفع منها الفيديوهات أو الصور إلى البرنامج. مثلا نريد أن ننقل هذا الفيديو إلى البرنامج، لا نرميه في أي مكان، بل نحمله ونرميه بنافذة المشروع. عند رميه بنافذة المشروع سوف يدخل بالبرنامج. هناك طريقة أخرى، وهي بالضغط مرتين على نافذة المشروع. بعد الضغط مرتين على نافذة المشروع سوف تظهر نافذة أخرى تسمح لك بسحب ما تريده من صور أو فيديوهات أو غيرها. مثلا نسحب هذه الصورة. نريد أيضا نريد مثلا أن نسحب مجلدا كامل، يعني ملفا كاملا يحتوي على صور وما إلى ذلك. أضغط على الملف وأضغط سحب الملف، وهكذا سحب الملف كاملا وبما يحتويه. وهناك إعدادات أخرى، مثلا ملف جديد، ننتج ملفا جديدا، ويمكننا أن نغير اسم هذا الملف أو أن نرفع عليه صورا جديدة ليساعد في الترتيب أو في تنسيق نافذة المشروع، مشان يعني في المستقبل ما تخربطش عليك الأمور. المهم ننتقل إلى النافذة الثانية، وهي نافذة يعني شاشة الرؤية. يعني شاشة الرؤية مثل التلفاز، ما يحدث هنا بنافذة العمل نشاهده هنا بنافذة الرؤية، يعني مشروعنا اللي نتحكم فيه. وثالث شيء، ثالث نافذة وهي نافذة العمل. نافذة العمل هي كل شيء. على مستواها يحدث التقطيع والتركيب وعمل المؤثرات، يعني هذه نافذة كل شيء. هذه هي النوافذ الأساسية بالأفتر إفكت. نوافذ جد سهلة، ربما تكون أنت أتقنتها خلاص وفهمتها. الآن نافذة أساسية أخرى واسمها تولز، يعني كل شيء. هذه تولز هي أدوات جد مفيدة لتتحكم في الأفتر إفكت. ننتقل لأول أداة وهي السهم. يمكننا أن نحمل أو نرفع أو نسحب به الملفات، أو نعمل به أي شيء. اليد، هذه الأيقونة التي على شكل يد، هي بمثابة يعني محرك. إذا دخلنا شاشة الرؤية، نافذة شاشة الرؤية، نستطيع تحريك الصورة بدون أن نغير مكانها، فقط للرؤية. الثالثة وهي التي على شكل التي على شكل يعني زوم، على شكل مجهر أو كذا للرؤية. نعمل زوم إن وزوم أوت. والأداة وهذه الأيقونة الثالثة التي على شكل دائرة، سهم على شكل دائرة، يسمح لنا بتحريك الصورة أو الفيديو أو المقطع الذي نريده، تدويره أسفل أو تحت. هذه الأداة تختص بتدوير.
وباقي الأدوات نتطرق إليها إن شاء الله في باقي الدروس. هذه الأدوات فقط، الأدوات المهمة. ننتقل الآن إلى أدوات ثانية. مثلا عندي مقطع فيديو معين مثل هذا، نريد أن نشاهده، فنضغط على هذه الأيقونة هنا ويتحرك الآن. مثلا الآن أنا أشاهده بدون صوت، وإن أردت أن أشاهده بالصوت أضغط هنا، وهي إعادة من الأول، أي هنا، فيتم تحميله تلقائيا لتسمعه مع الصوت في آن واحد. ويمكنك أن تضغط. Of course, these are just an example. You can. هذه أداة التحكم في الصوت، يمكن أن نسكت أو نسمع الصوت خلف وأمام. والآن شيء مهم، هناك كلمة إنجليزية أوتو، يعني أوتوماتيك أو آليا. هذه تختص يعني بجودة الصورة لدى العمل، لدى قيامك بالعمل. لربما أنت يعني حاسوبك لا يمتاز بميزات جيدة، أو مثلا الرامات عندك ضعيفة أو المعالج ضعيف، وتريد أن تعمل سريع، يعني ما يكونش عن العمل عندك ثقيل. تروح عند الأوتو هنا، هنا تنزل الجودة يعني كويتر، يعني سريع، لتستطيع التحكم بما تريده داخل المنيو. وهنا جودة عالية وجودة متوسطة وإلى آخره. المهم هنا انتهى شرحنا لليوم. إن شاء الله تكون استفدت وتعرفت على نظام الأفتر إفكت. نظام جد بسيط يحتوي على نوافذ، شرحت لك بعضها اليوم. وإن شاء الله في المرة القادمة يكون شرح أحسن وأوفر للمزيد من الأدوات. طبعا عارف الشرح ممل لأنه هذه بس بداية، بس الدروس القادمة إن شاء الله راح تكون ممتعة، وراح أنت تحب حتى تسويها وتطبق الدرس في